والله والله ودي من اكتر الحاجات اللي بقت تزعل الواحد. انا ما بقتش اسمع حد بيكلمني في رساله ولا في اي حاجه على واتس الا لما يقول لي اوعي ترجعي احسن، دي بقت مخروبه. انت هترجعي المخروبه تعملي ايه؟ ده احنا بندور على فرصه بره. يعني بلدنا للاسف البعض مننا خرج منها الكلام ده على مجبور. فكره بيوجع. بيوجع طبعا، بيوجع طبعا. بيوجع. احنا في الغربه بنحلم امتى نرجع واللي بس جوه بيحلم امتى يخرج. بس اللي جوه عشان شايف المر جوه، شايف عامله ازاي، شايف بقت قاسيه ازاي. يعني خلونا نطلع من المانشيتات الرئيسيه اللي معانا النهارده ونروح على الاخبار. ومعانا اهم خبر النهارده وهو جنون الدولار. حمله اعلاميه في مصر بتمهد لتعويم الجنيه، وده يمكن عدد كبير بدأت فيه وسائل الإعلام المصرية خلال الساعات الأخيرة في الحديث المكثف عن تعويم الجنيه وترك سعره حرا وفق للعرض والطلب والتعريف به، وبإيجابياته على الاقتصاد ودعوة الحكومة لحسم القرار بشأنه مع ارتفاع حاد جديد بيسجله سعر صرف الدولار بالسوق الموازية يوم الاثنين، إذ بلغ 13 جنيه ونص وسط ترقب لقرارات البنك المركزي خلال الساعات القادمة أو تحديدا ال 72 ساعة القادمة. وكان في وزير التجارة والصناعة طارق قابيل ألمح لاتجاهات الحكومة لتعويم الجنيه خلال مؤتمر اليورومني بالقاهرة الشهر الماضي، فيما اعتبرت تقارير إعلامية أن طلب السيسي من محافظ البنك المركزي طارق عامر لدى اجتماعهما يوم السبت مواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي مع مراعاة محدود الدخل بمثابة رسالة بدء عد تنازلي لتعويم الجنيه. المهم بقى طلعت لميس الحديدي واتكلمت في الموضوع ده وقالت ان ساعات الحسم الاقتصادية اقتربت جدا، مشيرة ان الدولة او الحكومة بدأت في تنفيذ الخطوات اللي اتفق عليها للحصول على القرض. واضافت في برنامجها هنا العاصمة اللي بيتذاع على قناة الCBC ان اهم الاجراءات اللي هيتم اتخاذها خلال الايام القادمة هي تعويم الجنيه امام الدولار. طبعا يمكن النهارده لو شفنا كلنا الفيسبوك كلها للاسف رسوم كاريكاتير منتقده جدا او بتنتقد فكره تعويم الجنيه امام الدولار. عمرو اديب ما سكتش ورد على منتقدي انباء التعويم وقال احنا خايفين على ايه؟ البلد اصلا ما فيهاش دولارات، احنا ممكن نشتريها باي سعر عشان نمشي امورنا. فالحقيقه يعني لما يبقى عندنا مصيبه اوام وبسرعه نلاقي اللي طالعين يدافعوا وطالعين اللي ان لا ده خير وده كويس، انتوا اللي مش شايفين وانتوا اللي ما بتفهموش وانتوا. الشعب للاسف بقى مفعول به، مفعول به فقط لا غير. معانا خبر كمان ما تقوله لنا يا شيف ايمن، انت كنت مهتم بيه. الخبر بيقول كاتب بريطاني بيقول السيسي سيسقط وبديله مفاجأة. ديفيد هيرست. ديفيد هيرست قال ان السيسي لن يكمل فترته الرئاسيه وانه سيسقط قريبا، مرجعا توقعه الى الازمات الاقتصاديه وعدم الالتزام بالوعود في جانب حكومته، اضافه الى تدني شعبيته في الشارع المصري. واكد هيرست في مقال له على موقع ميدل ايست اي انه يتم تجهيز بديل جيد للسيسي وانه سيكون مفاجاه، لافتا إلى أن جميع الوعود التي أطلقها السيسي لم يلتزم بها. وأشار الكاتب إلى أن السيسي بمجيئه في الحكم بدد أمال الفريق الذي كان يطمح للحكم، مضيفا هل يمكن بيتكلم على محمود حجازي، كان يقصد محمود حجازي. محمود حجازي اللي هو نسيبه. هل يمكن لحجازي العودة مجددا؟ اللي هو جوز بنته حما بنته، معتبرا أن السؤال الملح حاليا والذي يطرح نفسه بقوة هو بديل السيسي من يكون. وأضاف هناك بدلاء للسيسي على رأسهم صهره محمود حجازي رئيس أركان الجيش، لافتا إلى أنه قد يفعل بالسيسي مثلما فعل الأخير بمرسي، متابعا الغدر سلاح ذو حدين. أنا بس يعني بيقول يتم الآن تجهيز البديل. هو مين بيجهز للشعب البديل؟ منهم فيهم. يعني هو السؤال بس يعني لا اكيد مش منهم فيهم طبعا. اكيد حد بيستمد قوته. لا انت متخيل بيقول لك هنشيل السيسي فيجي محمود حجازي، او ان محمود حجازي هو ممكن يشيل السيسي عشان يجي مكانه. مين هيشيله ومين هيجيبه ومين بيجهز؟ هو الشعب ده هيفضل طول عمره كده بلا رأي بلا إرادة؟
يعني الشعب ده هيفضل طول عمره لا هو اللي بيجيب ولا هو اللي بيصر على ويتحمل مجايبه ايا كانت، حتى يعني حتى انه شعر بانه كان اختياره سيء يعيد الاختيار مرة أخرى ويصحح خطأه. مش هيفضل طول عمره عامل زي العيل اللي ماما أمريكا أو غيرها بتختار له. لا ما نقدرش نقول كده، حصلت ثورة والناس نزلت واخترنا رئيس بالصناديق وكان أول خطوة في الديمقراطية، هم اللي قضوا عليها. يتحمل بقى الشعب، يتحمل اختياراته، وهو اللي يغير، وهو اللي يعيد الاختيار مرة أخرى بعد أن يعطي الفرصة كاملة لمن اختاره. ده مش يعطي الفرصة كاملة لمن اختاره بس، ده يعطي الفرصة كاملة لمن اختاره ويسنده. باراك أوباما في الفترة الأولانية لم يفي بعهوده، ولكنه طلع قال أنا لم أفي بعهوده في السنة الأولى تحديدا لأني فوجئت بكذا وكذا وكذا وكذا، سيتم تعديل الكلام ده كله. لما تم تعديله في الثلاث سنين التانيين تم اختياره الفترة الثانية. احنا عايزين نتعلم. المشكله ان ما عندناش اصلا ناس بتعرف هي تعترف باخطائها. الثقافه والله. يعني هي للاسف يعني ما عندناش حاجه اسمها ان اخطأنا وهنعيد تصحيح اخطائنا. الخبر بقى اللي جاي معانا بيقول وعود وهميه وخيبه قويه وغضب شعبي ينتظر السيسي. الكلام ده انتشر خلال الفترة الأخيرة، وانتشر حالة من السخط والغضب بين المصريين بعد موجة الغلاء الحادة وارتفاع الأسعار وفرض قانون القيمة المضافة وعدد متوالي من أو توالت عدد من الأزمات الاقتصادية دون حل. وطبعا أخيرا ضحايا مركب رشيد اللي الدولة حتى ما كلفتش نفسها إنها تعلن الحداد على أبنائها وإخواتنا وأهلنا اللي ماتوا في المية. وخطاب السيسي الأخير كمان اللي اتكلم فيه عن جمع الفكة وهدد بنزول الجيش الشوارع خلال 6 ساعات، يعني لو الأمر طبعا استدعى ده أدى لتعزيز انتشار مئات الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في الانتفاضة الشعبية الجديدة تحت شعار ثورة الغلابة 11/11. وبدأ فعلا يبقى فيه صدى للدعوات دي والانتفاضة دي، وبدأ يبقى فيه صدى عالي شوية، مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يدشنون وسم أو صورة أو هاشتاج بمعنى أصح اسمه ثورة الغلابة. وتم انتشار عملات ورقية تحمل نفس الوسم الهاشتاج يعني، مع دعوات بالمشاركة في انتفاضة 11 نوفمبر. وعلى الرغم من تلقي حكومة السيسي مساعدات سابقة منها يعني من الخليج طبعا، لكن الأوضاع الاقتصادية ما تحسنتش أبدا، وبالعكس احنا وصل عجز الموازنة ل 12% من الناتج المحلي، ده في وقت اللي طبعا بيقتصر فيه العجز في الدولة يعني زي تونس اللي عاشت تقريبا ظروف زي مصر بالظبط 4.4%. المهم ان السيسي اعلن عن عدد من المشاريع لمحاولة لتحسين الاقتصاد المصري، الا ان النشطاء اطلقوا على المشاريع دي كلمة الفنكوش. يعني احنا دايما بنقول الفناكيش او فنكوش جديد لانها غير حقيقية. بالعكس يعني الكلام اللي بيطلع يقوله والتصريحات اللي بيقولها بنلاقي في المقابل ارتفاع في معدل البطالة وكمان الهجرة الغير شرعية. وزي ما وضحنا قبل كده ان الناس اللي نجت من الهجرة الغير شرعية لما سألوهم ممكن تجربوها مرة تانية بيقولوا نجربها مرة تانية. فيعني ده دليل ان هم لم ييأسوا من مراكب الموت، ولكن يأسوا من العيشة في هذه البلد. يأسوا من العيشة في البلد، وده للأسف الشديد. نطلع على الفيديوهات لعل فيها حاجة تفرح شوية. أول فيديو معانا النهاردة هو فيديو لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان، وبيقول إن السيسي استولى على الحكم بالانقلاب العسكري، وده ضد الديمقراطية وضد إرادة الشعب. نشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم. طبعا أتحدث وأقول لهم أن الآن الحكم الحالي في مصر هو حكم الانقلاب. يعني الآن ليس هناك حكم أو حكومة جاءت بطريقة ديمقراطية. يعني أنا رئيس الجمهورية في تركيا
قد تبوأت هذا المنصب بانتخاب شعبي بنسبة 52%. ثم إن حكم قام بالانقلاب على الحكم الشرعي، فهذا يتنافى مع مبادئ الديمقراطية، وبالتالي أنا لا يمكن أن نقبل بذلك. وإذا قبلت بذلك فهذا يعني أنني أكون قد عرضت نفسي، وأننا نكون قد خالفنا أنفسنا، لأن إرادة الشعب بالنسبة لنا هي مهمة جدا وحساسة جدا. وأين إذا ما تم احترام إرادة الشعب آنذاك يمكن إحراز تقدم. لا بد من تصحيح هذا الخطأ أولا في مصر، ولا بد من فتح المجال أمام الديمقراطية. وكما تعلمون أن الرئيس مرسي الذي تم انتخابه بأغلبية الأصوات ب52% وهم الآن في السجن، وكذلك أيضا أصدقاؤه نفس الشيء وهم من حكومته في السجن، وكثير منهم حكم عليهم بالإعدام وتتم مقاضاة أعداد كبيرة منهم. إذن لابد من حل هذه المشكلة أولا. هؤلاء الذين قد تم سجنهم ظلما أظن أنه مشكلة كبيرة. إذا ما تم إطلاق سراح هؤلاء هذا يعني أنه يكون قد بدأت مرحلة تطبيع الأمور في مصر، وبالتالي نحن آنذاك يمكن أن نتخذ خطوات، لأنه ليست هناك أي مشكلة بيننا وبين الشعب المصري، ونحن نعتبر الشعب المصري شعبا شقيقا لنا، حيث كانت لدينا دائما روابط منذ القدم وفي التاريخ أيضا. لكن إذا ما قامت المؤسسات المصرية بأخذ هذا الموضوع بكل اهتمام لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، نحن آنذاك هي تركيا من أكثر الدول أو من أهم الدول اللي لسه محافظة على موقفها سواء مع المصريين. شايفة أن اللي حصل في مصر انقلاب عسكري، شايفة أن السيسي موجود بيحكم مصر دلوقتي بقوة السلاح، ما هواش ولا منتخب ولا أنه الناس اختاروه ولا أنه هو الأفضل ولا أي حاجة خالص. لا هو صراحة يعني يمكن تركيا يمكن أكتر الدول اللي محافظة على موقفها مع كل الدول العربية، يعني نشهد لها بداية مع كل الدول العربية اللي حصل فيها خريف عربي بعد الربيع. أقول لحضرتك بقى إن أنا خلصت البيتزا. خلصت البيتزا. مش هتخلص النهارده دي. لا هندخلها بقى الفرن خلاص بعد ما حطينا على الوش اهو خلطة الجمبري مع البقدونس مع الخس والجرجير مع المايونيز مع الجبنة الشيدر مع هنرش بس عليها على الوش شويه زيت ولا ايه؟ لا هنرش على اللي هي الخلطه دي اللي هي ملح وفلفل وزعتر. ملح وفلفل وزعتر هنرشها على الوش. طيب انت هتدخلها الفرن بعد كده؟ ايوه. طيب احنا بقى نطلع على الفيديو الثاني، والفيديو الثاني لابراهيم عيسى. ابراهيم عيسى بيقول ان بضاعه النظام دلوقتي عباره عن تخويف وتهديد مع كل فشل جديد في إدارة الدولة، إنها تيجي تعمل رعب على المواطنين وتقول لهم مش زي ما نبقى زي سوريا والعراق. أنا شايفة إن ما بقاش في فرق، يعني أنتوا بتخوفونا من إيه بصراحة مش عارفة. نشوف الفيديو ونشوف إبراهيم عيسى ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بتتكلم على فيتنام، لو بتتكلم عن البرازيل، لو بتتكلم عن ماليزيا، ولا عبرت قرارات صندوق النقد ولا روشتته ولا سألت فيه ولا عملت اللي احنا بنعمله ده كله، وعملت حاجة ثانية خالص. عندها رؤية، عندها خطة، عندها مخططين وأصحاب رؤى، مش عندها موظفين وتمام يا فندم وأحلامك أوامر. ما عندهاش ده، ما عندهاش بلد محكومة كلها باللواءات، ما فيش ده، ما عندهاش أجهزة أمنية، ما عندهاش هي أجهزة أمنية بتختار النواب، ما عندهاش أجهزة أمنية بتختار المذيعين مش بس النواب، ما عندهاش أجهزة أمنية متحكمة في الجامعات كلها، ما عندهاش ده. عندها البلاد الحرة هي تعرف تتقدم،
البلاد البوليسية بتتخذ القرارات اللي هو مطلوب من سحق الحياة الاقتصادية للمواطن، بينما كمان انه يرضى وانه يهنأ وانه يسعد وانه يتصور ان الدولة راعية وحامية وضامنة. وطبعا لو اي مشكل فيتقال له يتقوم على طول البضاعة اللي عندهم بضاعة الرعب، البلد هتنفلت، الدنيا هتضيع، هنبقى زي سوريا والعراق، مش عارف ايه، انت عايزنا نبقى زي ليبيا، البلد. يعني في حد في الدنيا بجد متصور انه ممكن استثمارات تيجي وسياح يجوا وسط بلد طول الوقت حكومتها وحكامها بيتكلموا عن المؤامرة الكونية على مصر؟ يعني مستثمرين ايه اللي يجوا لما بلد. الحقيقة يعني قول لهم الكلام ده، يعني دي ما تتقالش للمواطن اللي قاعد بيتفرج عليك، دي تتقال للمسؤولين اللي كل ما واحد يعمل مصيبة يطلع يقول لهم ها كده ولا نبقى زي بلاد تانية. لا، هو يبدو ان هو ابراهيم عيسى لسه ما ايقنش الحقيقة ان هم مقاولين هدم جايين لخرابها. هدم بس؟ ايوه هم جايين لخرابها، هي دي مهمتهم، هم ماشيين في المهمة بنجاح. يعني هم جايين لخرابها فبينفضوها. حسبي الله ونعم الوكيل بجد. بس ما حدش هيسيب لهم فرصه ان هم ينفضوها ان شاء الله، وقريب قوي قريب قوي كمان هيبقى فيه نهايه لكل اللي بيحصل في مصر ده. خلينا نطلع على التويتات. نطلع على التويتات. نبدأ التويتات اللي معانا النهاردة بتويتة كتبها الدكتور سيف عبد الفتاح، واللي اتكلم فيها عن تعويم الجنيه. كتب الدكتور سيف وقال قبل تعويم الجنيه الدولار يصل 13 جنيه و30 قرش. خربت بلدنا يا سفاح وربنا يستر من اللي جاي. فعلا ربنا يستر من اللي جاي. والتويته الثانيه اللي معانا النهارده هي تويته للكاتب الصحفي احمد حسن الشرقاوي، واللي اتكلم فيها عن المفارقه بين الرئيس التركي السيد طيب رجب أردوغان ورئيس السلطة الفلسطينية. قال هناك فارق بين من يعيش العزة ويمتطي علياؤها ومن استمرأ الذل ورضي به. مقارنة بين أردوغان بدافوس وعباس في جنازة بريز. أحسنت. نروح للتويتة الثالثة واللي كتبها الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي، وكتب فيها وقال لابد للأمة من ضمير اجتماعي يقظ يعرف المعروف وينكر المنكر، فإذا شاع منكر بين الناس فعلى الرأي العام مهمة تغييره. احنا عندنا بقى رأي عام الحقيقة لما بيشوف حاجة كويسة بيقرر انه يشوهها ويجمل كل ما هو مشوه. ايوه، ما هو عشان المسطرة مش واحدة، كل واحد بيقيس بميزان مختلف وكل واحد بيقيس على مسطرته هو. لا يا شيخ ايمن، الصح باين والغلط باين، كل واحد والحق حق ان يطلع. للاسف هم نجحوا ان هم يخلونا دعاء. كل مجموعه كده من الناس عامله نفسها قانون، مجموعه من القوانين. ما هي كده بقت غابه، ما بقتش بلد. يعني احنا بنقول دوله يعني مؤسسات، عشان كده حتى يعني في الصح، حتى في الصح بنيجي نصطدم مع بعض. نصطدم ليه؟ لان المعايير اللي عندك غير المعايير اللي عندي فبنصطدم فيها، مع ان الاصل اننا كلنا نمشي على معيار واحد. فالموضوع ده يريحنا ان كلنا هنلاقي الصح عندنا كلنا هو صح والغلط عندنا كلنا هو غلط. تعال نروح مع بعض بقى للتويته اللي بعدها. نروح. وكتبها تويته للمستشار السياسي لحزب البناء والتنميه الدكتور اسامه رشدي، واللي اتكلم فيها عن موت الشاب مهند رحمه الله عليه، وكل تعزينا ليه لاهل مهند. نسال الله عز وجل ان ربنا يرحمه ويتقبله في الصالحين. بيقول الله يرحمك يا ابني ويربط على قلوب والديك. جريمة جديدة تضاف للسجل الأسود للفاشية العسكرية المسيطرة على بلادنا، السجون مليئة بأمثال مهند. هنختم حلقتنا النهاردة وهنختم فقرة التويتات كمان بتويتة كتبها الدكتور محمد محسوب، واللي وجه فيها رسالة واضحة لكل الأحرار في مصر. كتب الدكتور محسوب وقال الأولوية إنقاذ مصر، هدف يسع كل شريف بغض النظر عن خلاف أو عتاب. منح السفينة مزيدا من الوقت
مشاركة له في إضاعة وطن. سنتضامن مع كل سعي لإنقاذ مصرنا. بصراحة فعلا احنا كمان نفسنا ننقذ مصرنا، وقريب ان شاء الله هننقذها. قربت ان شاء الله بإذن الله. انا عايز اقول بس بمناسبة ديفيد هيرست اللي بيقول يعني ان التجهيز البديل وبتاع. انا واثق تماما ان في تجهيز بديل، ولكن تجهيز بديل رباني. بس ربنا سبحانه وتعالى شاف صمود الناس شكلها ايه، وشاف الناس صبرت قد ايه وتحملت قد ايه، وبقى عندها حالة من الإصرار على العيشة الكريمة. عندها حالة من الإصرار على كريمة. انهم يعيشوا كإنسان مش كمصري زي ما هم عيشونا وعودونا الحياة المصرية. فبهذا الإصرار وبهذا الصمود لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى هذا. فهو فعلا ربنا بيحضر البديل. ربنا كريم يا شيف أيمن، ربنا كريم. بشكرك. والبيتزا لسه قدامها شوية، معلش يعني تاخد وقتها. لسه قدامها شوية، تاخد وقتها. بشكرك يا شيف أيمن مرة تانية، وبشكركم مشاهدينا، ونشوفكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم المطبخ السياسي.